السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناة سيرو كيرو. لو اول مرة تتابعوني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة الفيديو عن صنفرة قطع الكونكريت. انا بجيب من الموان الصنفرة. جبت نوعين، نوع ناعم ونوع خشن. انتوا ممكن تقولوا له لو مش عارفين الدرجة بتاعتها، تقولوا له عايزين صنفرة خشنة او ناعمة. ماشي. انا المرة دي هصنفر القطعة على الناشف. في طريقة تانية بنصنفرها بمية، لكن المرة دي انا هصنفرها بالطريقة اللي هي على الناشف. بجيب القطعة، بشوف يعني الظهر هو تقريبا اكتر حتة بتكون عايزة صنفرة، فببتدي اصنفر الحواف والاطراف، وبصنفر الظهر كمان، واحاول ان انا اعمل بالراحة برضو عشان ما اجرحش القطعة من تحت. تمام. وهي ما بتبقاش محتاجة يعني صنفرة كتير طالما احنا حاطين الخلطة مظبوطة، ومخبطين القالب كويس، بحيث ما يبقاش من فوق فيه اي حتت معوجة او مش متساوية. فبيكون الصنفرة بتبقى حاجة بسيطة جدا. مجرد الاطراف اللي طالعة زيادة من القالب مثلا بنكسرها بايدينا الاول، وبعد كده بنصنفر القطعة بالصنفرة. عايزين تعملوا الطريقة اللي هي بالمية مفيش مشكلة، عايزين تعملوا الطريقة اللي على الناشفة دي برضو مفيش مشكلة. والفيديو الجاي هعمل لكم طريقة ازاي نعزل القطعة. اللي مش متابع قناتي او حابب يعرف طريقة خلطة الكونكريت من الاول، يرجع لي الفيديوهات اللي قبل كده. وانا هحاول برضو احط لكم لينك الخلطة في الوصف. لو دوستوا عليه هيرجعكم للفيديو الاولاني. تمام. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.